وعليكم الإخوان، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. نتوما كتفرجوا في هذا الفيديو. غنشوفوا في الفيديو الإخوان المدرب القريب لتدريب نادي تشيلسي الإنجليزي. غادي نشوفوا تصريح ديال سفيان أمرابط بخصوص الأندية اللي كانت باغا تعاقد مع سفيان أمرابط في الميركاتو. والمهم بلا ما نطول عليكم الإخوان ندخلوا دايركت في التفاصيل. بداو الإخوان بالمدرب الجديد اللي غادي يكون إن شاء الله لنادي تشيلسي الإنجليزي اللي هو لويس إنريكي. وصدر الخبر الإخوان اللي هو الصحفي الشهير فابريزيو رومانو، بحيث أن هذا الأخ عرض على تشيلسي دراسة مفصلة حول كل لاعب من فريق تشيلسي الحالي، نقاط قوتهم ونقاط الضعف ديالهم وكذلك كيفاش غيقوم بالتطوير ديالهم، وحضر قائمة باللاعبين اللي غادي يود الإحضار ديالهم للفريق. وكما كنعرفوا الإخوة العلاقة بين لويس إنريكي وحكيم زياش هي علاقة زوينة بزاف، وحكيم زياش هو من نوعية اللاعبين اللي عزازين بزاف على لويس إنريكي. وهو حاليا الإخوة لويس إنريكي راه وصل لإنجلترا، و90% الإخوان غادي يكون تشيلسي وإن شاء الله وغادي يكون هو المدرب الجديد نادي تشيلسي لندن. نمشيو دابا الإخوان لعند سفيان أمرابط، بالضبط لعند الوكيل ديالو محمد السينوح اللي صرح بأنه تلقى العديد من العروض خلال فترة انتقالات الشتوية أبرزها من برشلونة ومانشستر يونايتد. وقال السينوح في تصريحاته لكالتشيو ميركاتو: لقد تلقينا العديد من العروض خلال فترة انتقالات الشتوية بما في ذلك عرض من مانشستر يونايتد وبرشلونة، لكننا لم نتمكن من إتمام أي صفقة. وأضاف بخصوص انتقال ديالو لبرشلونة وقال: رفض رئيس فيورنتينا بيعه إلى النادي الكتالوني في تلك اللحظة لكونه يمثل قوة كبيرة للفريق، خاصة بعدما قدمه في كأس العالم في قطر نهاية العام الماضي. وتابع سينوح في التصريحات ديالو بحيث قال: في الوقت الحالي ليس هناك أي عروض لرحيل سفيان أمرابط في الميركاتو الصيفي، ولكن فيورنتينا يرحب برحيل اللاعب في الصيف، خاصة بعد الحصول على وعد من رئيس النادي. سفيان أمرابط الإخوان كيرتبط العقد ديالو مع فيورنتينا الإيطالي إلى غاية يونيو 2024. كنتمناو ليه الإخوان كل التوفيق، مشى شي فريق إن شاء الله اللي يبان فيه بزاف ويزيد يتألق فيه ويكمل فيه المسيرة الكروية ديالو. هذا ما كان الإخوان، تهلاو لي فراسكم بزاف، نشوفوا فيديو جديد إن شاء الله، في أمان الله.